هي فكره نتاع مسؤولين بالاساس. تتخيل انه هذا بيان سور متاكد منه، مش تتخيل. عندك معلومه؟ مش معلومه. انا نعرف المسؤولين في تونس كيفاش يخمموا معلومه، وتنجم تقول معلومه ما يسالش على مسؤوليتي انا. هذه فكره المسؤولين. بعد ماتش خايب ولا بعد دي ريزولتا خايبين يبعثوا الجمهور. خليني ندقق فقط، انت تحكي على اليوم في البارك بي ولا عموما؟ لا نحكي مع المسؤولين يتسبوا في حاجه من هذا. هما اللي يحرضوا بعض الجماهير باش يمشيوا يسبوا الملاعبيه والونترونور باش سوا ديزون يحفزوهم، وباش هو السبب الحقيقي مش تحفيز الملاعبيه ولا تخويفهم ولا تحميل المسؤوليه، لا السبب الحقيقي هما يهربوا من المسؤوليه. اي سيدي ها نخليوكم الجماهير خاطر غاضبه على الناس الكل، غاضبه على المسؤولين فقط. طارق، وصارت زاده صديقي ياسين يضيف لي معلومه، صارت زاده في 2022 2022 وقت نبيل معلول هو المدرب 2018 و2022. المسؤول وقت اللي يكثر عليه الضغط والجماهير تولي غاضبه وش يعمل هو باش يمتصك الضغط؟ هاي يا خويا انت ما هو حاشكم بالملاعبيه والاطار الفني، هاي برا ادخلوا للتمارين وبرا مشيوا. هو في اغلب الحالات سورتو نورمالمون هو المسؤول الصحيح. وقت اللي ريزولتا مش باهيه وقتها تحمي ملاعبيتك وتحمي الاطار الفني نتاعك وتعمل ويكلو ولا تدخل كعبات من الجمهور ولا تحكي معاهم ولا ينجموا بار اكزومبل تختار 4 5 من الجماهير يجيو يحكيوا مع لونترنور مع الملاعبيه حق من حقوقهم. فما لجنه احباء تنظم الشيء هذا. اما انك تخلي ملاعبيه واحد راس هكاك وسبان واحد، يا اخي انت كمسؤول كان تحب شكون يجي يسبك انت، وانا اكد لك المسؤولين مش حاضرين زاد، سواء نتاع الترجي ولا نتاع ما كانش فما حتى مسؤول. ما يجيوش المسؤولين يبعثوا الجمهور هما يتخبوا. انت معروفه هذه تباخي صغار احنا ولا اول مره نشوفوها. يبعث الجماهير ويتخبى هو ويبعد بعيد ويتسبوا الجماهير. تصور انت كان المسؤولين يجيوه للجمهور يسبوا له ولده ولا يسبوا له اخوه ولا يسبوه هو ولا يسبوا له امه، يحب؟ انت ما يحبش. اما هو باش يتهرب من المسؤوليه، هاي برا خويا الجماهير غاضبه، برا فشوا غلكم في الملاعبيه وريقلوا اموركم وكا باش يمتصر الغضب ويبعد هو من المسؤوليه. سامحني معناتها بكل صراحه معناتها عقليه باليه كما نقولوا سيء، معناتها اكل عليها الدهر وشرب سيء. معناتها هذه عقليه نتاع ممكن السبعينات الثمانينات ما نعرفش، ما 2024 مازال نحكيو هكا وإيكيب بروفيسيونيل سوا ديزون وامكانيات واحد. الحقيقه معناها شيء يأسف في كرة القدم التونسيه. وليد رأي في الموضوع نقول اللي معناتها ماهيش سابقه، صارت في برشا فرق كما انت حكيت حيدر. من بعد نقولوا اسكو صارت حتى خارج تونس، تصير في تونس وخارج تونس وفما طرق راهو. البرا مثلا فما دي جروب دو سوبورتير الالترا واحد عندهم الشيف نتاعهم يجي جوارات تبدا قاعده والمسؤولين وهو يبدا يتكلم والوشام والدنيا وما تنجمش تحكي معهم هذوكم ناس اخرين. شوف احنا كنا ملاعبيه كيما الجمهور يتغنى باسمك كيما يسبك راهو. انا في جمعه مره كنت بطل الابطال ومن بعد سبيت في اون سومين ماركيت وفي فينال مش معنى. كي نحكيو على الامور هذيا عندي ان جرون ريسبي معناها الجماهير الترجي وجماهير بصفه عامه، وعشت دي سيتواسيون ونعرف. تبقى الملاعبي يتحمل مسؤوليته والمسؤول يعاقبوا فلوس، يعاقبوا يخرجوا يخرجوا من الجمعيه. اما ما نسمحش للجمهور باش يسبوا، ما نجيبش الجمهور باش يسبوا. لا هذا المسؤوليه بطرق اخرى، هذا متفق فيه معاك. لازم تعمل بوندرول مش مشكل تتكلم على اللي تحتج، اما تجي تسب هذا صار. انا معاك على طول، انا معاك على طول. تبقى فما كيلكو جوار مش برشا اللي هما ما همش معناتها يعطيوا في المردود، وديما نقولوا في الترجي وفي غير الترجي محليين واجانب نحي ما همش يعطيوا في المردود اللي هذا راهو معناتها نحكيو موضوع اخر معناها اللي ما عنده حتى علاقه تو بالمسؤول كيفاش جاب واحد باش يسب ولا جمهور. لا نحكيو توا على الملاعبيه. الملاعبيه فما ناس يلزمهم يتحملوا مسؤولياتهم اكثر ويلزمهم يعرفوا قيمه النوادي اللي يلعب فيها، سورتو فريق اللي عنده ثقافه الالقاب راهو جماهيره ما تسمحش اليوم باش تشوف اون كاتاستروف معناها كارثه رياضيه والا فضيحه والا اللي تحب تسميها ولا خساره خايبه والا معناتها يشوف فريقه ماهوش بنفس لومبلور وماهوش بنفس معناتها القوه والجاهزيه والنجاحات اللي صارت قبل. من حقه، لكن زاد مش من حقهم شنو الجمهور اللي معناها اليوم يجيو يهينوا لاعب والا يضربوه ولا لا هذا خط احمر. ها نقول لك عليه الطريقه ولات شرسه برشا معناها في التعامل معناها الجمهور الرياضي باللاعبين. علاش؟ خاطر العقليه تبدلت. 1 2 السبب الرئيسي في الانحطاط الاخلاقي هو فيسبوك. 2 3 فما ناس تكوينهم المجتمعي واخلاقهم وكيفاش عاشوا وكيفاش طريقه تعبيرهم على الاشياء ولات فيها برشا
اجريسيفيتي وهذا ينطبق على الجمهور الرياضي الكل وليد. الجمهور الرياضي الكل احنا رانا ماناش اليوم نحكيو على المجتمع التونسي. اي المجتمع التونسي فما فئه كبيره معناها متحضره ناس تتفرج كيما زاد فما فئه ما يفهم شيء يجي خويا ديريكت كاميكازا ماشي نسب تو ما تحكيش معاه فهمت. لهنا زاد دور المسؤول باش معناها يحمي اللاعبين وفي نفس الوقت زاد يحطهم امام مسؤولياتهم ويحاسبهم ويطرد اذا لزم معناها ويعاقب وكذا كما قال لك طارق. دونك شوف باش نختم حيدر باش نختم انا علاش تو فما فرق لعبت فيها نعرف انا شنو معناها الترجي الرياضي التونسي مثلا وشنو معناتها جماهير الترجي كيف تطالبك بتيتر ولا تطالبك معناها باش تربح ولا كذا. ذيك ثقافه في الترجي الرياضي التونسي الالقاب ثقافه. دونك كي يحسوا رواحهم معناتها خسروا ماتش خايب والا يحسوا رواحهم باش يضيعوا تيتر اوتوماتيكمون باش يلوموا الجوارات وباش معناتها يستعملوا اساليب هذيك بون تقول سافي بارتي دو جو. لكن في نفس الوقت زاد يفو ريسبكتي لي جون ونقول اللي الترجي راهو اليوم كي خسر في بيراميدز فما امور فنيه معناها يلزم لونترينور يفيق بها ويلزموا يراجعها. فما لاعبين زاد يلزمهم يفيقوا اللي هما راهو مستواهم بعيد برشا باش يكونوا معناتها في فريق كيما الترجي ويلعبوا معناها ويكون عندهم معناتها ان ستاتيو وصلت ناس ديزانترناسيونو راهو هما ليميتي وكذا. دونك إلي طون باش كل واحد يعرف مسؤوليته وين ويتحاسب عليها كسوا مسؤول ولا مدرب والا لاعب.